السلام عليكم متابعينا الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده عن مشروع تطوير محور المحمودية بالبحيرة. في حضراتكم كتير طلبوا مني ان انا اصور هناك وكده، كذا حد قال لي، فانا قلت اجي اصور برضه. يا جماعه انا والله عايز اصور لحضراتكم كل حاجه بتحصل في الاسكندريه بس غصب عني وكده، فانا على قد ما اقدر بصور لحضراتكم كل اللي انتوا عايزينه. وانا كده يا جماعه نعتبر يعني عند اخر محور المحمودية بالاسكندريه، والكوبري الدولي هناك اهو يا جماعه. ومحور محمودية بالبحيرة بيبدأ من عند الكوبري الدولي. وكده يا جماعة احنا عند الكوبري الدولي، خليكم معايا بقى اصور لحضراتكم كل حاجة. هنروح نصور عند عزبة الخضرا، واصور لحضراتكم عند البيضة، واوريكم الكباري المشاة اللي هناك. كباري المشاة يا جماعة هتبقى افضل من اسكندرية بكتير ما شاء الله. يعني كباري المشاة هتبقى انفاق، والكوبري هيبقى عايم على وش المية، يعني ولا سلالم بقى ولا حاجات من دي. يا ريت بس تدعمونا باللايك والاشتراك بتاعكم. لو حضرتك مش مشترك في القناة اشترك وتفعل جرس الكل عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وكده يا جماعة احنا عندنا الكوبري الدولي اهو. والمشروع يا جماعة يستهدف مشروع استكمال محور المحمودية بالبحيرة. يستهدف إنشاء محور مروري سريع وآمن للمستخدمين ذو تصميم قوي يربط محافظة الإسكندرية عرضيا بمحافظة البحيرة وكفر الشيخ، ويكون بديلا فعالا لتخفيف الضغط عن طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي. وطول محور المحمودية 55 كيلو بعرض 5 حارات مرورية، بينهم 3 حارات سريعة إلى جانب حارات الخدمة على كل ضفة من ضفات ترعة المحمودية. ويربط بين الاتجاهين 35 كوبري مشاة عائم مزود بأنفاق لتمرير المشاة بأمان أسفل الحارات السريعة. كما يربط اتجاه السير 20 كوبري لسيارات مزودة بممرات آمنة لحركة المشاة معزولة بشكل كامل عن الحارات السريعة. والتصميم يا جماعة هيكون آمن في حركة المشاة، ومن بينهما ذو القدرات الخاصة. وزي ما حضراتكم عارفين يا جماعة إن محور الإسكندرية يعني سلالم عالية وكده والناس الكبيرة بتتعب، فمحور المحمودية يا جماعة بالبحيرة بيختلف خالص. هيبقى زي ما قلت لحضراتكم الكباري المشاة تبقى بأنفاق، وكوبري عايم على وش المية، ولا في سلالم ولا في الكلام من ده، فده جميل جدا يعني. والمشروع يا جماعة يتكون من 4 قطاعات، تبدأ من الإسكندرية إلى كفر الدوار، ثم إلى أبو حمص، ومنها إلى زاوية غزال، وصولا إلى المحمودية. ومحور المحمودية شريان حيوي جديد الذي بدأ من محافظة الإسكندرية، وتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية بمركز كفر الدوار، وتوفير فرص استثمارية هائلة. وفي المحور يا جماعة تم إزالة التعديات لاستكمال هذا المشروع، كما تم حصر الأسر المستحقة للتعويض والإعانة، وتم صرف نحو 141 مليون جنيه و225 ألف حتى الآن لتعويضها. ويتم استكمال الحصر والتعويض أولا بأول لتسجيل كافة معوقات تنفيذ هذا المشروع المهم. وكده يا جماعة احنا عند الخضرة، خليكم معايا واصور لحضراتكم كباري المشاة والأنفاق، ونختم الفيديو عند البيضة. سلام واشوف حضراتكم على خير.